والله الاسطوره من رباك يا حبيب قلبي. طبعا الكل ما يدري، الكل ما يعرف ان فاروق ترى كان مهندس، ما شاء الله تبارك الله. مهندس عار. لا بس مهندس ما شاء الله، يعني مو بسهل، تخصص صعب جدا صح. وما لا يدخل لا الا لا 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 اذكياء. لا, ها لا. انا كان عندي اسهل تخصص هندسه ترانسبورت انجينيرين اند لوجيستكس. مع ان عندنا هندسه النقل هذه ابسط تخصص هندسه، لدرجه ربما بعد 10 سنوات التخصص سيختفي لان الاي اي يصير يقوم به. الاي صار يقوم فيه طبعا. اي بعد ما تطور العلم وهذه الاشياء، طبعا قرر اللي هو فاروق انه يسحب على الهندسه ويركز على الدونيشن والبثوث فقط لا غير. هل هذا افضل تشوف يا فاروق؟ بكثير. بكثير. كثير. يعني اتوقع مستقبلا بيكون سبيل العرب. لا فاروق صعبه. صعبه. ليش صعب؟ ما في شيء صعب عليك يا فاروق، انت كنت نكره اول، شوف الحين ايش صرت. اسمعني. الاحلام تكون على قدر القدرات. يعني انا اعرف قدراتي، يعني لا اقول لك لا تكون انسان حالم، لكن اعرف ما تصل خطوه. خطوه. حلو. اذا طمحت كثيرا تتوهق. وفشلت تتحطم. اطمح صغير حقق الحين صغير. وش تطمح له الان وش تطمح له؟ والله الزوجه الصالحه. نخرج من العزوبيه صراحه. تعبنا 30 سنه عزابي مصيبه والله مصيبه. والله باذن الله. لا ثلث العمر مر وانت وحيد. بس 10 سنوات يصير نصف العمر مهزأ. وترى هناك دراسة، الرجل إذا تجاوز 35 ولم يتزوج احتمالات زواجه تنزل ب 85%. طيب اذا كان عنده فلوس؟ ولو هذه الدراسه حطها في مخباك. لا ولو، لأن العقلية تتغير عندما تتعود على الوحدة والكثير من الوحدة. صعب تتقبل واحدة. صعب انك صح والله معك. اوكي يعني زي هذا 35 الحين ما تزوج. 35 انا لسه 30 بس 33 30. اسلم يا أخي أنقذ نفسك، ماذا تنتظر؟ والله ما ادري. سلالتك. انت تزوج. ازيدك بالشعر بيت يا فاروق. أيوة. ترى كل سنه يروح تايلاند. ايش؟ ما عمرك تايلند؟ مشكوك في هو امر. الذي يدمن الذي يتجوز. بس الله يعطيك العافيه. والله